ولو عايز تفهم يعني إيه استثمار عقاري صح، اسمع الفيديو ده للآخر. لو أنت في أمريكا أوعى حد يضحك عليك ويقول لك تعال اشتري بيت عشان هو أحسن استثمار ممكن تعمله في حياتك. أوعى تصدق الكلام ده، لأنه غالبا عايز يلبسك العامة. يا جماعة، الموضوع مش مسألة اشتري وهتصبح غني كده وخلاص. في فرق كبير بين استثمار عقاري فعلا وبين الكلام التسويقي اللي بعض الوكلاء بيحطوه قدامك عشان يبيعوا. هقول لك الفرق بطريقة بسيطة وبأمثلة بأرقام واضحة عشان تبقى الصورة قدامك. أولا، ليه الوكيل بيقول لك اشتري ودي أحسن استثمار؟ علشان ببساطة الوكيل بياخد عمولة لما أنت تشتري بيت. كل ما السعر يكبر عمولته تكبر. هو مش دايما بيبص لمصلحتك طويلة المدى، هو بيبص لصفقة تحصل دلوقتي. فخلي بالك، الكلام الحلو ممكن يكون مجرد حافز للبيع، مش تحليل استثماري. نيجي للمقارنة بالأرقام، مثال عملي تفهم بيه الفرق. بس في الأول خلينا نقف لحظة، نشكر الناس اللي بتتفاعل معانا، اللي بيعمل لايك وبيكتب كومنت وبيشترك. ولو لسه مش بتتفاعل، اعمل لايك وسبسكرايب، ده بيساعدنا نطلع محتوى أعمق وأدق ليك. يلا بينا نشوف أمثلة بالأرقام. السيناريو المشترك: سعر البيت 300 ألف دولار، المقدم 20%، يعني 60 ألف دولار. القرض 240 ألف دولار. المعدل السنوي للفائدة 5%، والقرض لمدة 30 سنة. خلي بالك إنه مفيش بيت بالسعر ده دلوقتي ولا فايدة بالقيمة دي، ولكن ده مثال توضيحي مش أكتر عشان نقرب الفكرة. الحسبة الأساسية بالتقريب: القسط الشهري للبنك أصل وفايدة حوالي 1288 دولار في الشهر تقريبا. ضريبة الملكية لو منطقة متوسطة هيكون في حدود 4000 دولار في السنة، يعني حوالي 330 دولار في الشهر. تأمين البيت يعمل حوالي 100 دولار في الشهر تقريبا. مصاريف صيانة واحتياطيات حوالي 250 دولار في الشهر، 1% من قيمة البيت سنويا. نقطة رقم واحد: لو اشتريت للسكن Owner Occupier، لو انت هتسكن البيت التكلفة الشهرية بتكون القسط زائد الضرائب زائد التأمين زائد الصيانة، يعني تقريبا حوالي 2000 دولار في الشهر أو شوية أكتر حسب المنطقة. لو انت قبل كده بتأجر بشقة مثلا ب3000 دولار في الشهر، احتمال الشراء يخليك تدفع أقل شهريا من غير ما تنقل إيجار. لكن لو كنت بتدفع إيجار أرخص من كده، ممكن الشراء يبقى أغلى شهريا. مميزات الشراء للسكن: بتبني ملكية equity مع مرور الوقت، كل قسط بتدفع جزء منه يسدد أصل القرض. لو البيت غلى قيمته مع الزمن، بقى عندك مكسب عند البيع. استقرار ومزايا نفسية وعائلية، مش بتنتقل كل شوية. عيوب الشراء للسكن كاستثمار: الفلوس اللي حطيتها في المقدم تعلق في البيت وممكن تاخد وقت عشان تسترجعها. مش دائما بيتك هيكون استثمار مالي أفضل من بدائل زي الأسهم أو صناديق استثمارية لو ما بحسبتش كل التكاليف. فيه مصاريف مخفية، تحسينات، طوارئ، ضرائب محلية ممكن أن تعلى